كلنا مزنوقين هنا في رقم واحد، مفيش واحد غلبان ترند رقم اتنين. لو مش عاوز حد يقولك ده غلط يبقى تقف تمثل في صالة بيتكم واهلك واصحابك يسقفولك. عندنا احنا مفيش الكلام ده. الجمهور خلى محمود الليثي يصحى من النوم ويعترف بغلطته وكمان يعتذر. اتعلم من خواكين فينيكس بعد ما الجمهور خدوا غسيل ومكوى. يا ترى إيه حكاية محمود الليثي مع الجمهور وازاي وقع في المطب ده وما كانش فيه رحمة معاه؟ هل محمود الليثي اتعلم من خواكين فينيكس فعلا؟ يلا بينا في الفيديو ده هقول لكم على حكاية جديدة من حكاوينا. قال لهم نقطونا بسكاتكم، هي كلها بقت فاهمه في الترند وبتعبي اي حاجه في اي حته، مش كده يا جدعان؟ بس الجمهور شاف ان الفيديو يكسف قوي ولازم يعتذر عن اللي عمله، وده كان اقل الكلام اللي اتوجه للفنان محمود الليثي علشان الجمهور يعديله اللي عمله في حقهم الساعات اللي فاتت. مش هنقول على الالفاظ اللي اتقالت علشان لو سمعها كان فكر 1000 مره قبل ما يقول كلمه من اللي اتقالت في الفيديو. الحكاية بدأت لما محمود الليثي ظهر فيديو استغرب فيه من اللي بيحصل من الجمهور اللي بيعمل ريفيوهات على مسلسلات رمضان اللي شغالة اليومين دول. قالك في ايه يا عم؟ مين وليه؟ ويا اختي منك ليها؟ هو كله محشور في ترند نمبر 1 وان مفيش حد غلبان طالع نمبر 2؟ ولا محدش اتكلم عن مسلسله ولا حتى ما تشافش وعدى على الترند؟ وبدأ يلبخ بالكلام وانتقد الجمهور اللي متابع المسلسلات. هي كلها بقت نقاد وفهيمة ولا ايه؟ ما تنقطونا بسكاتكم. ده النقاد اللي هم متخصصين بيتفرجوا الاول وبعدين ينتقدوا. بس الكلام ده ما جاش على هوا الجمهور وقالوا السكة دي ما تمشيش معانا يا عمنا، ومحدش رحمه ولا سابه في حاله. حد من الجمهور قال له اللي انت بتقوله ده سخيف وغلط وعيب، ولازم تفهم ان شغلانتك دي من غير رأي الجمهور ملهاش قيمة ولا وزن، ولو عاوز تسمع الرأي الحلو بس يبقى تقف تمثل في صالة بيتكم قدام اهلك واصحابك. احلى كلام اتقال كان في ملخص بسيط كده كتبه واحد من المتابعين بيقول له خواكين فينيكس الحاصل على جوائز اوسكار وجولدن جلوب ومهرجان كان، قال لا اعتقد ابدا انني جيد في اي شيء اقوم به، واعتقد انه كان يمكنني دائما القيام بالافضل، واعلم ان لدي نقاط ضعف، لم اكن ابدا مثاليا. بس محمود الليثي بيقول لنا اتفرجوا عليا وانتوا ساكتين. ومن هنا بقى الجمهور اتكلم عن اعتذار محمود الليثي وانه لازم هيعمل كده علشان ببساطة شديدة جدا عشان الجمهور بينتقد زي ما هو عايز ويعمل اللي هو عاوزه، وهو اللي بيطلع الفنان 7 سما وبينزله 7 أرض. يا ترى فعلا ممكن نشوف محمود الليثي بيعتذر وبيسمع بكلام الجمهور عن خواكين فينيكس ويعتذر بالذات انه مسح الفيديو وخد باله من غلطته، ولا ممكن يكون ليه رأي تاني؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.